زرار اخضر لو دوست عليه هتاخد مليون في لحظتها، وزرار احمر لو دوست عليه احتمال 50% تاخد 20 مليون، و50% ما تاخدش حاجه خالص. قول لي انت بقى هتدوس على انهي؟ فكر لحظه وشوف اختيارك هيتغير في اخر الفيديو ولا لا. اولا لازم نعرف يعني ايه ريسك. الريسك هو كلمه شيك لاحتمال خساره حاجه معينه في حاله الفشل. يعني اول ما تسمع كلمه ريسك فكر في احتمال الخساره. علشان تعرف اذا كان ممكن تاخد ريسك في اي حاجه في حياتك، في قواعد اساسيه لازم تعرفها الاول. واحد، اعرف هتخسر ايه في حاله الفشل، واذا كان ممكن تستحمل الخساره دي ولا لا. يعني ما ينفعش اقول لك ارمي نفسك من الشباك ولو عشت هديك 100,000، عشان الخساره هنا هي حياتك نفسها، وده شيء مش منطقي. اتنين، اعرف هتكسب ايه، وهل المكسب دوت محدود ولا كبير جدا ولا لا نهائي. يعني مثلا لو جيت قلت لك هات 100,000 وارجعها لك 120، ده معناها ان بقول لك ريسك 100,000 علشان تكسب 20,000. 3، في حالة المكسب هل هتقدر تحصل المكسب ده ولا هيبقى صعب وفي مانع؟ يعني ما تروحش تاخد ريسك مع بلطجي، ايه الضمان انه هيسدد في حالة المكسب اصلا؟ قول لي بقى اجابتك النهائية بعد ما شفت الفيديو. اكتب في الكومنتس هتدوس الزرار الاخضر ولا الزرار الاحمر.